السلام عليكم يا شباب، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. جالك حب قلبي فيديو جديد وعن طريقة حظر ارقام الواتساب. بند حظر جامد جدا. تابع صاحبي الفيديو لحد الاخر عشان تعرف تستفيد من البند وتعرف تحظر الارقام كويس. والناس اللي مبتعرفش تحظر هقولك دلوقتي تحظر ازاي، والناس اللي مبتعرفش تشغل البنود هقولك برضو بتشغل البند ازاي وتحظر بيه ازاي. كمل الفيديو لحد الاخر، بس اهم حاجة متنساش لو انت اول مرة تتفرج عليا انزل اعمل اشتراك للقناة وفعل زر الجرس ولايك كومنت للفيديو قدرني. انا مش طالب منك غير تقدير بس، واسيب لك كل حاجة هتكون موجودة في وصف الفيديو. كل حاجة هنستخدمها البند والنسخ هتكون موجودة في وصف الفيديو. تمام حبيب قلبي. تمام، فهنبدأ دلوقتي الشرح على بند صاحبي. المرة دي بند عامل وبند متجر. هقول لك كل حاجة دلوقتي وهجرب لك البند على الرقم وهطيره لك معاك في قلب الفيديو. تمام. تمام يا شباب. فدلوقتي البند هيكون شغال من كام نسخة. اقول لك برضه دلوقتي كل حاجة، اقول لك كل حاجة. بس ما تنساش تقدروا تعمل اشتراك للقناة وفعل زر الجرس، بس مش اكتر من كده. كل سنة وانتم طيبين يا شباب. فصلى على النبي. يلا نبدأ الشرح. دلوقتي احنا هنحتاج الأرقام اللي احنا هنعكس بيها. الأرقام اللي هنعكس بيها تكون أرقام عكس، أرقام قصدي أساسي، لا مؤاخذة. أرقام أساسي مش أرقام فيك يا شباب. هنعكس بأرقام أساسي. البندات هيكون من 4 نسخ وساعات هيكون من 3 نسخ. ده الأرقام اللي هي ضعيفة زي ما قلتلكوا في قبل كده. تمام، لكن أنا هعكس من 4 نسخ عشان الرقم يطير معايا. تمام. طب بترفع ده ولا لقيته برضه هترفع قد ايه؟ تمام. دلوقتي قلب أخوك. الناس اللي بتفهم في الحاضر وتعرف ده كله عارفة إن البنود ما بقتش زي الأول والتلغيم مش زي الأول. عشان كده بتأخر لما بنزل لكم بند. عشان كده بنزل لكم بند، بنزل لكم واحد شغال تمام. البنود ما بتفضلش شغالة اللي هو شهر واتنين وتلاتة. البنود شباب بتنزل بتقعد لها فترة وتقف دوبك. اللي هو أنا لسه خلاص لما بنزل لكم الفيديو 1000 واحد بيعدي اللي هما بيشوفوا الفيديو. هنقول مثلا ال1000 دومت فيهم، لو مش هقول لكم 700 داونلود بينزلوا البند، هقول لكم 300 واحد. انت متخيل 300 واحد بيحضروا بنفس البند في نفس الوقت؟ طبيعي البند يقف. البند يقف من كتر الضغط ومن كتر اللي بيحصل فيه البند يقف. عشان كده بنزل لكم بنود كتير، واللي ما بيعرفش يحضر واللي ملحقش بنزل غيره. تمام يا شباب. فالبند شباب اقسم بالله شغال وحاضر بيه ومنزل بيه في قناة تليجرام. كل اللي عندي في قناة تليجرام هيلاقي اللي انا حاضر بالبند، وبنزل كل الحظر بالبند والترغيم بنزلها هناك في القناة. تمام. فعشان ما نطولش عليكم دلوقتي في قلب الفيديو، انا دلوقتي هنجيب الرقم اللي احنا عايزين نطيره نجرب البند على رقم اعماله ونشوفه. هقول لكم برضو المتجر من كام نسخة يا شباب. نجيب رقم يكون فاتح وعادي فاتح او قافل. ده مش اعمال. طب ثواني. ماشي نجرب على الرقم ده. تمام. ناخد الرقم كوبي. شوف بس الزرار العكس، زرار العكس متفاعل تمام. هنخش على النسخ. طبعا تعمل ايه لو تحط الرقم كده، ترسل الرقم غير محفوظ تحط الرقم النسخ كده بالشكل ده. تمام. الرقم لسه متصل اهو تمام. تمام. هنحط البند في قلب الشات. بس عشان شباب انا اوريكم البند من تحت من هنا عشان انا مش هظهر البند في قلب الفيديو. البند هيكون هو ده بالشكل ده كده. تاخد بالك ان في الاول كلمة انكسر اللي هو البند باسمي تمام، وكل حاجة موجودة في قلب البند والبند بتاعي وكل ده لسه ملغاه امبارح. تمام. فعشان انا اخفي البند واحط عليه بتاع صورة كده، فانا هخفيه دلوقتي، لكن هو ده البند عشان تبقوا عارفينه. تمام. تمام. هتخش من باقي النسخ وتعمل نفس الحوار. تخش جوه الشات 3 نقط رسالة رقم غير محفوظ. حط الرقم نسخ. تخش جوه الشات تحط البند. فهحط البند من كل النسخ الأول أجيلكوا تاني. تمام يا شباب. حطينا دلوقتي البند من كل النسخ اللي معانا. نخش نشوف الرقم على الواتساب برضو. تمام. الرقم كده شغال معانا. ناخد سكرين. شغال معانا اهو تمام. تمام. طب هتعمل ايه دلوقتي؟ تخش على النسخة الأولى. تطلع فوق هنا كده. هتيجي عند الإبلاغ عن النشاط التجاري. هتعمل كام واحد من هنا؟ تعمل 20 واحد من هنا. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. انت مش 20 بالظبط. كتر برضو عادي. كل ما انت تكتر في البلاغ دي حاجة كويسة. السلام. لو معاك رقم تفنيش هيبقى رقم جامد، رقم مروض. تمام. احنا تقريبا كده عدينا 20 إبلاغ. تمام. تخش جوه الشات بقى بالشكل ده. شايف البند أنا طبعا هيكون خفيف، بس انت بص على البند قلب اخوك. انت تحدد على البند ذات نفسه. على البند ذات نفسه. بص بحدد على البند اللي هي الرسالة تيجي 3 نقط وتعمل
ثواني عشان انا بتاع هتروح له دلوقتي. تمام يا شباب، دلوقتي انا جبت رقم تاني ونعكس عليه لان الرقم التاني ده قفل لما هو عارف اللي انا عملت له لايك على الرسالة وهي راحت له عنده. تمام، فده رقم تاني انا عملت نفس الخطوات لان زي ما قلت لكم. تمام علينا، هو قفل بقى مش قفل عادي. تمام، دلوقتي انا مخبي على البند. هتعمل ايه؟ تيجي عند الرسالة، تيجي 3 نقط، تعمل ابلاغ على الرسالة ذات نفسها. يعني هتعمل ابلاغين من على الرسالة. تمام، تيجي بقى عند الابلاغ اللي هي تحت دي، 2 3 4 الخامس تفعل علامة الصح وتطير بالشات. خش على النسخة اللي بعدها على طول وتعمل نفس الحوار. الرقم فاتح على أعمال اهوت وأنا مطيره معاكم دلوقتي. تمام، فهعمل نفس الموضوع وأجيلكوا تاني. تمام يا شباب، دلوقتي خلصنا العكس من الأربع نسخ بتوعنا. نشوف الرقم. تمام، حط الرقم على الواتساب، ده الرقم اللي احنا عكسنا عليه. تمام، ناخد السكرين بتاعنا. تمام، اللي احنا عملناه يا شباب ده احنا كنا بنعكس على رقم تاني في الاول. الرقم التاني ده قفل وخد باله اللي انا بعكس عليه وبتاع، فتقريبا راح حذف او عامل ايه انا مش عارف. فكملت الخطوات، عملت اللي انا في الاول ايه، دخلنا جوه الشات. تمام، حطينا البند في قلب الشات بالشكل، حطينا عشان مثلا عملت له حظر. حطينا البند في قلب الشات بالشكل ده كده، مثلا رفعنا الحظر لكن ده البند. حطينا كده البند في قلب الشات. نطلع فوق، هتديله 20 إبلاغ من هنا. تمام، بالشكل ده 20. تيجي تخش تحت، تيجي عند الرسالة دي ذات نفسها. الرسالة ذات نفسها حدد عليها وتيجي على 3 نقط، تعمل إبلاغ. إبلاغ أو تعمل إبلاغ. تمام، نفس النظام. بس هنا إيه، هتلاقي بقى الإبلاغ اللي هي بتكون تحت دي اللي هي زي إيه، زي دي الإبلاغ دي تديله 5 منها، 1 2 3 4 الخامس تفعل بقى علامة الصح وتطير بالشات. هتعمل نفس الحوار ده اللي هو ايه من الأربع نسخ اللي معاك. فاهم؟ هنعمل بالحظر تاني. تعمل الحوار ده من الأربع نسخ اللي معاك، هتلاقي في حوالي دقايق الرقم هتلاقيه طار. فنشوف دلوقتي. تمام، وقال لي شغال لسه مطرش. تمام. طب دلوقتي ده قلبي ده للأعمال. طب والمتجر، المتجر يا شباب هيكون من 5 نسخ أساسي. 5 نسخ أساسي وسلام. لو مفهوم رقم مروت ده هيساعدك جدا إن هو الرقم يطير معاك. تمام، تعمل نفس الحوار اللي احنا عملناه، بس الرقم يكون متصل، يكون فاتح نت. الرقم يا شباب يكون فاتح نت اللي انت بتحكس عليه ده لو متجر. تمام، هو فاتح نت تعكس عليه. تمام، هتعكس وتخلص الإبلاغات بتاعتك كل حاجة. بعد كده تخش من رقم فيك، تخش تبعتله رسالة تخليه يرد عليك. خليه يرد عليك بعد ما تحكس عليه على طول. بعد ما تعكس عليه على طول خليه يرد عليك. أول ما يرد عليك كده تمام، الطبق كده اللي هو الرقم ده هيطير. ممكن يطير في خلال دقايق وممكن يطير خلال نص ساعة وساعة إلا ربع. في الحدود دي كده الأرقام بتطير. والأعمال بيطير في حوالي بتاع 10 دقايق و5 دقايق. يعني أنا في رقم لسه معاه من شوية من 6 دقايق بس. فبيكون يا شباب على حسب حالة الرقم. لو الرقم ضعيف ممكن يطير معاك في نفس الوقت. لو رقم قوي وما تعذرش بقاله فترة ممكن يقعد له شوية لحد ما يطير. تمام، فانت هتلاقي الرقم ده شوية وهتلاقيه طار. تمام يا شباب، ده دلوقتي البند وكل حاجة. سيبلكوا في وصف الفيديو لينك النسخ العكسي ده، هسيبلكوا برضه في وصف الفيديو. بس متنساش تقدروا ان تعملوا اشتراك للقناة وفعل زر الجرس. وسلام يا اخواتي.